عايز توفر مساحة أكبر على جهازك، عندك ملفات كبيرة وعايز تضغطها لأقصى حد ممكن. الطريقة السهلة وبسيطة، ركز معايا في الشرح كويس جدا. وكالعادة قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. وزي ما انت شايف كده من المقارنة الفرق واضح جدا جدا. دي 2 جيجا، دي 948 ميجا. السلام عليكم، معاكم طارق جهاد. وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو، النهارده جاي اعلمك ازاي تضغط الملفات اللي عندك اللي انت حابب تضغطها علشان توفر مساحة عندك على الجهاز، لكن بشكل افضل وتاخد مساحة اقل من الضغط الطبيعي. ركز معايا في الشرح كويس جدا، ان شاء الله مش هنحتاج اي تطبيقات خارجية. التطبيق الطبيعي بتاعك اللي هو وينرار. ويلا بينا ندخل في التفاصيل. طب يا جماعة، الموضوع بكل بساطة انا عندي مجلد فيه ملفات انا مش محتاجها في الوقت الحالي. طبعا المجلد ده مساحته كبيرة شوية، عايز اوفر في المكان بحيث اني اخد اقل حجم ممكن للملف ده. زي ما انت شايف كده حجم الملف ما يقارب 8 جيجا بالظبط. طبعا هبدأ اضغطه بالشكل الطبيعي، بضغط كليك يمين، وطبعا باستخدام برنامج وينرار. طبعا برنامج غني عن التعريف وتقدر تحمله بكل سهولة من اي مكان مجانا 100%. تضغط كليك يمين كده بتظهر لك شوية اختيارات، بنبدأ ان احنا نضغط بنفس اسم الملف او الفولدر. نضغط كده add to. بعد ما بتنتهي عملية ضغط الملف هنبدأ نشوف الملف المضغوط حجمه قد ايه. نضغط كده كليك يمين ونبدأ نبص على الحجم. 2 جيجا وربع، ده الحجم الطبيعي للضغط. تمام للملف ده. طب احنا عايزين نضغطه بنسبة اكبر بحيث ان هو ياخد مساحة اقل. وطبعا كل ما مجموعة الملفات اللي انت عايز تضغطها كانت اكبر، كل ما كان الضغط بتاعها هيبقى افضل وهتوفر مساحة اكتر. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هننفذ شوية تريكات بسيطة وهنلعب في الاعدادات بتاعة الضغط من خلال برنامج وينرار. كل اللي عليك يا صديقي هتضغط على الملف او الفولدر بتاعك كليك يمين، وهتضغط على add to archive. هيبدأ يدخلك على الاعدادات بتاعة الضغط. في اول خانة هنا هتسيبها زي ما هي، مش هتيجي عندها نهائيا. تيجي لتاني اختيار وهو الكومبريزون، هتلاقيها نورمال. طبعا هتضغط عليها وهتختار اعلى حاجة بيست. والاختيار اللي بعديه السايز هتختاره برضو اعلى حاجة عندك. مثلا انا عندي هختار اعلى اختيار 1024. وطبعا عندك هتختار اعلى اختيار ظاهر في اسفل القائمة. ولو ظهرت لك رسالة زي دي ما تقلقش خالص، بس هتضغط اوكي. وطبعا في الاختيارات دي هنختار create solid archive وهنعلم عليها. وطبعا لو انت حابب تعمل للملف المضغوط بتاعك لوك او رقم سري، هتعلم على اخر اختيار وتبدأ ان انت تعمل باسورد جديد من خلال الضغط على set باسورد، علشان تبدأ ان انت تعمل باسورد للملف بتاعك. وطبعا بعد ما تعمل الباسورد لازم تتأكد ان انت مفعل الاختيار ده. وبعد ما تخلص الاعدادات دي كلها، طبعا احنا عندنا ملف بالاسم ده، فطبعا لازم نغير بس في الاسم شوية كده، هنخليه مثلا 2. تمام. وهنبدأ نضغط اوكي وهنشوف النتيجة النهائية. وبعد ما انتهت عملية ضغط الملف، طبعا عملية الضغط الأقصى بتاخد وقت عن الضغط الطبيعي. هنتجه دلوقتي للملف اللي تم ضغطه وهنشوف الفرق. طبعا الملف القديم زي ما قلت لك كده هو ضغطه 2 جيجا و14 ميجا. طيب هنشوف بقى الملف الجديد كده. هنضغط كليك يمين ونضغط بروبرتيز. زي ما انت شايف كده بالظبط اقل من نص الحجم. وطبعا الميزة دي مهمة جدا جدا جدا، بالذات للاشخاص اللي بترفع الملفات بتاعتها على النت اونلاين. دي هتفيدهم جدا جدا جدا، وطبعا هتوفر مساحة كبيرة جدا جدا على جهازك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكون المعلومة وصلت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
سلام عليكم.